الله يجعل أيام رمضان جابرة لقلوبنا وساتر لعيوبنا ومحيا لذنوبنا. رمضان كريم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتمشى في طرقات مكة، حتى شاف واحد المرأة عزوز بالجنب ديال الطريق، وحدها الحزمة ديالها ديال الحطب. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك حاجة؟ قالت لي: كنقلب على شي حد يهز لي هاد الحزمة تاع الحطب على ظهري. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا نهزها عليك، وريني غير دارك. ملي وصلوا لدارها بغات ترد ليه الجميل وتكافئوا، ولكن ما كان عندها لا مال تعطيه ولا حتى حاجة، ولكن عطاته واحد النصيحة بالنسبة لها هي غالية وعظيمة. قالت ليه باللي كاين واحد السيد في مكة سميتو محمد كيدعي النبوة، عندك تآمن به، راه مجنون ومشعوذ وكذاب. النبي صلى الله عليه وسلم سولها، بغى يتأكد واش كتعرفو، وسولها على السبب اللي خلاها تقول هاد الكلام. قالت له بلي محمد هذا راه سيء الخلق وساحر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: أنا هو محمد بن عبد الله. العجوز مسكينة تصدمت في هذيك اللحظة، علنت الإسلام ديالها وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رمضان كريم.